الله، حلو. ايه رأيك يا ماما؟ هايل، يجنن. حلو قوي. ها، هو حلو. حلو. بس ممكن تفرجنا حاجة تانية؟ تحت امرك يا فندم. ايه رأي سعادتك في ده؟ بس ده ما فيهوش فص. يا هانم يعجبها الخاتم الاول وبعد كده نركب له اي فص. على فكرة يا عماد، مسيو ريمون الجوهرجي الخاص بتاع العيلة بتاعتنا من 15 سنة. 17 سنة يا هانم. لو سمحت، ده عامل كام؟ ده عامل 12,000 جنيه. من غير فص وب 12,000 جنيه؟ 12,000 جنيه مش خسارة في جين. وبعدين كنوز الدنيا كلها ما تغلاش عليها. طبعا. طيب أنا ممكن تفرجنا حاجة تانية؟ تحت امر سعادتك يا فندم. أنا كنت عايز حاجة. انا عايزه حاجه ايراد مقفول على بعضه. فيه؟ موجود يا فندم، سيلد. الله، ده حلو قوي، تحفه. ايه رأيك؟ هايل، تحفة. حلو. عامل كام ده؟ 48,000 جنيه. مش كتير. انا عايزاه سيلد. هو معاه الجرانتي بتاعه؟ طبعا يا هانم، معاك الجرانتي بتاعه. تحت امرك يا هانم. تحفه يا مامي. حلوة قوي قوي. بعدين الشبكة هدية العريس للعروسة، والشبكة قاعدة لكم في بيتكم، ولا ايه؟ هيبقى هايل عليك. تحفه صح؟ ميرسي يا مبروك يا ماما، حبيبي. ميرسي. حلو قوي. أنا بحب أعمل الإسبريسو تحديداً بنفسي. اتفضل. بس انتي بتجيبي البينز بقى من فين؟ فرنسا. هجيب لك منها لازم، بس جربها الأول. اكيد طبعا. بتحبي فرنسا بقى يا هبه؟ بحبها قوي، ده غير إن كل شغلي هناك. أنت أكيد بتحب فرنسا. انا بابا كان قنصل هناك، عشت معاه 5 سنين ورحت وانا عندي 12 سنه تقريبا. بس اقول لك على حاجه، انا بحب مصر اكتر من اي بلد في الدنيا. وأنا برضو، بس بحب السفر قوي. على فكره الاسبريسو ده عظيم. ميرسي. الميل وصل البنك والتحويل وصل يا فندم. ماشي أوكي. اوكي، انا كده هشوف الفيدباك ايه واقول لك. ماشي أوكي. ميرسي على الاسبريسو العظيم ده، ويا ريت تسمحي لي ان انا اعزمك مره على الاسبريسو. اوكي أوكي أكيد. اوكي ماشي. لا خليكي خلاص، والله انا عارف المكان. اوكي باي. ماشي باي. ألو. انت فين يا هيب؟ أنا في الشركة يا بابا. مكتب. ربنا يخليه لك يا اختي وياخدك منها كمان وكمان. اسمعي، اتصلي دلوقتي بامك. اتصلي بيها على المحمول، عايزاكي دلوقتي حالا. يلا. ليه يا حاج؟ يا مش عارفة تتصل بالموبايل؟ موبايل؟ موبايل إيه يا بنت؟ ما انت عارفه يا اختي ده ما بتعرفش حاجه. ماشي يا حاج. لا ايه ده؟ الواد عوض السواق يخرب بيتك يا عوض. الواد راح بالعربيه فين؟ يا ده عيال وسخه يا عوض يا بابا. والله هيعطلني الواد ابن الكلب. الحقيقه انا مش مستني سي في ليكي، انا عارفك كويس قوي، بس انت سبتيهم ليه؟ لا مش انا سبتهم، هم اللي مشوني. يا سلام، بروديوسر برنامج يومي وناجح ويمشوكي كده بالسهوله دي؟ شريف انت بتتكلم كانك مش عارف حاجه، انت عارف كويس جدا ان سياسه القناه اتغيرت والاونر اتغير،
وطبعا جاب توجيهات جديده انا اختلفت معاهم فيها، فاتخانقت فمشوني. والله البلد كلها بقت حالها كده. بقول لك ايه، آية للأسف أنا ما عنديش ولا برنامج سياسي فاضي ملوش بروديوسر، بس عندي برنامج واحد بس اجتماعي اسمه قعدة ستات. ما أظنش إن هو هيناسبك، لأن اللي بيشتغل سياسة ديلي ما بيعرفش يشتغل النوع ده من البرامج. طيب ما انا ما بقولش ان انا عايزه اعمل برنامج سياسه بحت يعني، احنا ممكن تكون في فقره سياسيه، يعني ممكن نعمل سيجمنت جوه البرنامج يعني. فكرة، بس مين اللي هيقدمها؟ اكيد راجل طبعا. أيوة، مين يعني اللي موجود على الساحة دلوقتي ينفع يقدم حاجة زي كده؟ استني، كل الناس قالوا لي اتفرج على قعدة الحلقة دي. لا هو انت واضح انك مش هتتلم الا لو قمت ضربتك بالجزمه. تلم ايه يا استاذي انت يا حبي؟ ممكن نهدى شويه حبي؟ ايه الراجل المنسون ده؟ ايه حبي اللي انت بتقولها دي؟ انت بتقول ايه دي؟ اخلاق سفرة دي. اخلاق انت ما سفرة؟ حصلتش انا دلوقتي مش سفير، انا سافر مع امثالك السفر. فعلا زي ما بتقول. زي انا بقول سافر يا عشان السفر. حبي تاني انا حاسس ان انا مش لو سمحت انا هوريك يا حضرة السفير لو سمحت. هات بس هديك عشان مالهاش ذنب. توريني ايه؟ انا هوريك بقول لك. الراجل ده فظيع جدا، بس جامد موت. انت مش عارف على مين؟ حمزة البصريني ده مجنون، بس تخيل الناس بتحبه رغم انه بيطلع قليل جدا. طب ايه رايك ان هو اللي يقدم البرنامج؟ انسي. انتوا مش عايزينه؟ احنا عرضنا آلية قبل كده بس هو رفض، ده بيجي ضيف بالعافية. ايوه بس دي تبقى خبطه جامده جدا. طب ما تديني فرصه ان انا احاول اقابله واقنعه. طب بصي يا ايه، انا هعمل معاكي ديل. ها. لو قدرتي تجيبي الراجل ده وتشغليه معانا في البرنامج ده يبقى البرنامج ده ملكك وبتاعك. ايه رايك؟ تمام. لا مش تمام. ليه؟ لانك مش هتعرفي تجيبيه. الراجل ده ما بيرضاش يجي وما بيرضاش يشتغل مع حد، واحنا عرضنا عليه قبل كده كذا مره ورفض، وكان برنامج سياسي اسبوعي، فما بالك بقى لو جاي برنامج اجتماعي نسائي يومي؟ مستحيل. شيف هقول لك كلمه واحده بس، انتوا حاجه وانا حاجه. ماشي، قدامك اسبوع. لا اسبوع ايه؟ انت بتقول لي صعب. مفيش غير اسبوع عشان عايز اطلع هوا بسرعه. يا جدعان حته الحشيش دي هتعمل احلى شغل. على فكره احنا مفيش مره جبنا فيها حشيش وما قلتش كده. استنى بس ما نفهم. احلى شغل ازاي يعني؟ احلى شغل هتشغل ترس العاطفيه والرومانسيه، هتخليك كده تفتكر ايام الشقاوه تطير. يا عم تنيل. شوف انا بقالي كام سنه بشرب حشيش، عمري ما شربت الحشيش عشان المواضيع دي. امال انت بتشرب ليه يا معلم؟ فضي دماغي، انبسط، ارفرف وطير. انتوا عارفين يا جماعه انا خايف يجي يوم كده بص الاقيكم فجاه بطلتوا حشيش. يا ابني ممكن تبقى كارثه والمصحف. يا راجل حرام عليك، كارثه ايه؟ ده بدل ما تدعي لنا بكده، ده انا نفسي ابطل يا اخي. وتبطل ليه يا ابني؟ الله، هو احنا مش مدمنين اساسا، احنا بننبسط تفاريح. انا بحبه يا جدعان، بعشقه، ده تحفه جميل. يا اخي الواحد اوقات وهو بيصلي بيبقى مش مركز كده ومش فايق. يا ابني مال الحشيش ومال الصلاه، واحنا بنشرب خمره؟ كل ما يذهب العقل يا عم. ايه ده، وانت لما بتشرب حشيش عقلك بيذهب؟ انا بصراحه عقلي بيجي. مش هتيجي. مش هروح. مش هتيجي. لعلمك بقى الحشيش بيخليني مركز اكتر. صدقني انت بتبقى مسطول بس مش حاسس. مش مسطول يا عم. لا مسطول. مش مسطول. صدقني يا عم مسطول. خلاص يا بقول لك مش مسطول. طب على النعمه مسطول بس انت مش واخد بالك. خلاص يا عم، هو مش مسطول ولا انا مسطول يا عم طارق. طارق مين يا عم؟ انت مش قلت يا ابني انك فوزي؟ يا عم على النعمه فوزي. يا عم فوزي طارق. هو اسمه فوزي وبيدلعوا له يقولوا له يا طارق، يعني ممكن تقول له ايه يا توزي على طول.